حقيقة يعني عندما خرجت من مخفر الشرطة وإذ بأحد رجال المخابرات يقول لي: لا يجوز لك الكلام، أنت ستدخل إلى المحكمة، سيكون هناك من سيكون على الباب، لا يجوز أن تتكلم. فأنا على الفور قلت في نفسي: سأعبر بأقوى تعبير تفهم كل الأرض الآن، وهو التعبير المناسب. وفعلا بحمد الله رب العالمين عندما اقتربت من الباب رفعت شعار راتبة العدوية الذي بات هو شعار كل إنسان حر في العالم، كل مسلم، كل عربي، كل فلسطيني حر في العالم يرفع هذا الشعار الآن، شعار رابعة العدوية، يعني الصمود في وجه الظلم، يعني الارتقاء إلى مستوى الثبات على الحق، يعني الأمل، يعني التفاؤل بشرعية وجودنا في أرضنا، في بيوتنا، في مقدساتنا، يعني زوال الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال ظلم هؤلاء الانقلابيين الذين تبنوا انقلاب الدم الأمريكي في مصر. هل انتبه المشرفون في المحكمة على هذا الأمر؟ هل الشعار دلالة عليهم؟ هل تفاعلوا بشكل أو بآخر مع ذلك؟ هذا سؤال حقيقة سؤال لطيف جدا. ليتك تشاهد صورة الآن نشرتها صحيفة صوت الحق والحرية على الصفحة الأولى، ليتك تشاهدها، ستجد كيف أن أحد رجال المخابرات ينظر إلى يدي مرفوعة بشعار رابعة العدوية، وهو في حالة ذهول، في حالة صدمة، في حالة اكتئاب، لا أستطيع أن أختار أي تعبير من هذه التعابير. حقيقة هذا مثل نوع من الذهول لدى البعض منهم. الحمد لله رب العالمين الجماهير الواسعة الحرة، أؤكد الجماهير الواسعة الحرة، قالت هذا أقوى تعبير كان لدى دخولك إلى المحكمة. تمام. رسالتي أنا أؤكد أن مسيرة الحرية والكرامة والاستقلال لا تتجزأ، هي جسد واحد وهي حاضر واحد تتحد فيها المواقف ما بين أمل شعبنا السوري وأمل شعبنا المصري وأمل شعبنا الفلسطيني، تتحد فيها آمال الحرية لدمشق وآمال الحرية للقاهرة وآمال الحرية للقدس، آمال الحرية لكل الأمة المسلمة والعالم العربي. لذلك أنا أعتبر أن مسيرة هذا الربيع العربي في كل مواقعه الكريمة إن شاء الله هي مسيرة واحدة بدأت لن تتوقف، بل ستزهر إن شاء الله ربيعا قريبا في القدس والمسجد الأقصى المبارك.